هو احنا هنتكلم عادي وانت تشيلي ده في المونتاج؟ عايزه تتكلمي اتكلمي. وليه؟ نتكلم على مين يا بنت شربات؟ ناقص مين النهارده ما اتكلمناش عليه؟ شفتوا وقفه الاخوات في المطبخ بتعمل ايه؟ طبعا صوت اختي ربنا يخليها لي يا رب ويبارك في عمرها. هنقول اول حاجه طبعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. احنا تالت يوم رمضان في مطبخ ماما، ربنا يا رب يبارك في عمرها هي وابويا يا رب. تعالوا بقى اقول لكم تتبيله كده معتمده من مطبخ رباب فتحي لعمايل البط، لتتبيله البط او للفراخ، بتمشي الاتنين كمان. طريقه سهله وبسيطه جدا. طبعا كبت ماما كده صغنططه كده ومحندقه وجميله، فانا بعمل حاجه بحاجه فيها. عندي هنا للتتبيله بقى زي ما انتم شايفين كده جزر وبصل وطماطم وفلفل احمر واصفر واخضر وكم كده فص توم. نفرمهم كويس جدا في قلب الكبة. وانت يا ستي لو ما عندكيش كبة، مش متوفر عندك كبة، ممكن تعمليهم بالمبشرة عادي جدا، بتبشريهم بالمبشرة. بصوا انا هبدأ كده افرم كل حاجة واحطها على بعض. طريقة سهلة وبسيطة وبتدي تست حلو جدا لتتبيلة الفراخ او البط، او لو لحمة ممكن تتبليها كده كلها في قلب بعض وتحطيها في قلب في ورق فويل وتحطيها في قلب الفرن. تتبيلة حلوة جدا بتمشي معاكي لجميع اصناف اللحوم. تعالوا كده بقى نشوف البهارات والتوابل بتاعتنا اللي انتوا شايفينها دي. ملح وفلفل وكركم وكاري وبابريكا وبهارات وكمان كزبرة وشطة، وحطيت كده معلقة واحدة بس من السكر او عسل ابيض او عسل اسمر، معلقة واحدة، ومعلقتين كده كبار من الخل، ومعلقة كده كبيرة كده من زيت الذرة بالشكل ده كده، وعصير الليمون. يبقى احنا حطينا الخضار بتاعنا اللي هو البصل والطماطم والفلفل والثوم والجزر، وكمان حطينا البهارات اللي هي الملح والفلفل والشطه. بصي جميع البهارات الموجوده عندك في البيت، جوز الطيب، كل جميع البهارات. وتمام. وضفنا معلقه واحده من السكر، معلقتين من الخل، معلقتين من زيت الذره، وكمان ليمونتين كده كبار مسكتهم بقى وعصرتهم، وعصير ليمون. وبعدين بدأت بقى اللي انا احشي البط. بص هنا غسله البط ونقعها ومخليه فله شمعة منورة كده، بص يشف ويرفد زي ما بيقولوا. هبدأ بقى التتبيلة كده من جوه ومن بره، انغنغها اخليها تشرب كده من التتبيله، تقول خلاص انا لحمي خلاص اتسقى كله من التشريبه اللي انت عاملاها لي بالشكل ده كده. يلا يلا كتري واوعي تستخسري بالشكل ده كده. خدتوا بالكم انتوا لما رحاب اختي قالت مونتاج؟ خدتوا بالكم انتوا؟ والله لمسكها لك يا بتاعت المونتاج انت، ربنا يخليها لي يا رب. دي وقفه الاخوات فعلا في المطبخ يعني. نفضل نجيب في سيره دي وفي سيره دي وفي سيرة، بس والله ما بنأذي حد، احنا بنحب نتكلم على الناس في الخير، ما بنحبش نأذي حد خالص. ربنا يأذي المؤذي واللي يأذينا ربنا يأذيه. هنا بقى خلاص بعد ما تبلت بقى البطايه كده، حطيتها في الكيس الحراري، وحطيت كام واحده ورق لورا وقفلت عليها، وجبت صينيه ولازم تحطي فيها كوبايتين ميه سخنه بالشكل ده كده. حطيت هنا كوبايتين ميه سخنه في قلب الصينيه وتحطيها في الفرن لمده، هتاخد معاكي وشويه خل طبعا عشان الصينيه وما تعملش، واروح ايه فتحها كده فتحه بسيطه كده بالسكينه، احطها على الرف الوسطاني. بصوا شايفين غمضت وفتحت البطايه استوت خلاص. الرف الوسطاني هتاخد حوالي كده معاكم ايه ساعتين الا ربع، ساعه ونص، ساعتين، حسب تسويه او درجه حراره الفرن عندكم. بسم الله ما شاء الله. بصوا شايفين فتحت عليها بقى الكيس كده، يا خراشي على الريحة والطعم واللون في منتهى الجمال. بصوا شايفين الشكل حلو جدا ما شاء الله. كانت مستوية وكانت دايبة دوب. الكيس الحراري بقى ميزته انك انتي ولا تقفي بقى تسلقيها ولا تحمري. طب والشوربة اهي دي بقى البهاريز اللي نازلة منها. بصوا شايفين بزودها عادي مية سخنة وهتصفيها، هتيجي معاكي احلى شوربة بط. بصوا انا هي كده كنت بصفيها عشان هنعمل كمان من الشوربه دي وصفه حلوه قوي. كملوا معايا بس الفيديو وانتوا هتشوفوا بقيه الاكل. بجد كانت سفره
جميلة، المحمر والمشمر. بصوا شايفين شكل البط؟ تحفة تحفة تحفة، ما شاء الله. ألف هنا على كل اللي كله. بصوا بقى، انا هنا كده الشوربه بقى غليت بعد ما زودتها وصفيتها، وسيحت عندي كمان سمنه. بصوا ده رقاق طري عمايل ايديا وحياة عينيا. ده رقاق طري، كنت جيت عند ماما قبلها وعملته كده وانا واقفه على الرخامه، وهي كمان كانت وقفت معايا. كنت انا اعمل وافرد وهي كانت تسوي. وكمان الطريقه دي موجوده كمان على القناه عندي. في الفيديوهات اكتبوا بس طريقه عمل رقاق طري رباب فتحي، هتظهر لك على طول. وان شاء الله هعملها لكم قريب باذن الله. عندي هنا سمنه بلدي بقى كده مسيحاها، دهنت كويس قوي الصينيه عشان الرقاق ما يلزقش مني بالشكل ده كده. والشوربه بقى بتاعه البط كده حطيتها في قلب طب. بصوا الرقاق الطري بقى مستو ايه بايديا كده على طول. بصوا شايفين لونه كمان واخد من لون الشوربه، وهتشوفوا لونه في الاخر بعد التسويه بيبقى عامل ازاي. ما شاء الله الصينيه دي كبيره، حتى بقول لماما يعني اعملها في صينيه صغيره، قالت لي لا اعملها في صينيه كبيره. عشان ما شاء الله هنعمل صينيتين كده كبار بالشكل ده كده. تحطي بقى زي ما انت عايزه عدد الطبقات، 3 4 5 زي ما انت عايزه. انا هنا عشان ما شاء الله الصينيه كبيره فبحاول ان انا اظبط ايه الصواني. وبين كام رقايه ورقايه كده دهنه سمنه بالفرشه بالشكل ده كده. بصوا شايفين طراوة الرقاية؟ يا دوبك والله ببلها كده بس في قلب الشوربة بحاجة خفيفة. ودي طبعا تجهيزات رمضان اللي ماما عاملاها. رحت كده قبل رمضان لقيتها ما شاء الله جايبه كده كام كيلو لحمه، وكانت معصجاهم وحطاهم في قلب الاكياس زي ما انتم شايفين كده، فرداها وحطها في قلب الفريزر. بتسهل علينا عمليه الاكل خالص. هفردها كويس جدا في الصينيه بالشكل ده كده، وهبدا احط الطبقه التانية من الرق. بصوا شايفين حطيت كده الطبقه التانية. والله الرقاق كان فعلا فطير. واهم حاجه الرقاق انت ضامنه نظافته وعمايل ايديكي وفي قلب بيتك، فانت ضامنه نظافته انك انت اللي عاملاه، وحاجه نظيفه وفي نفس الوقت موفره. كيلو رقاق بره بقى بالشيء الفلاني يعتبر بالشكل ده كده. كده خلاص هخلص اول صينيه بالشكل ده كده اهو. كده خلصت الصينيه الاولى، وهبدا اعمل الصينيه التانية بسرعه برضو وانا واقفه على طول بالشكل ده كده. ما بياخدش مني اي وقت خالص. عجينه الرقاق الطري سهله جدا، ده دقيق وميه وشويه سكر وذره ملح. انتي بتدوبي كده الميه بالسكر، زي ميه بسكر، زي كوبايه ميه بسكر. يعني كيلو دقيق بياخد حوالي 3 معالق سكر على كوبايتين ميه على ذره ملح. وببدأ تعجني كده تدريجي، وتنزلي بالميه كده تدريجي اللي هي متدوبه في قلب السكر لغايه ما بتتجمع معاكي كده عجينه عامله زي عجينه الايه يا بنتي يا رباب، الايه يا بنتي يا رباب. شفتوا طريقه عمل الفطير المشلتت؟ زي طريقه عمل عجينه الفطير المشلتت كده، او عجينه البيتزا كده. وتبدأي بقى تقطعيها، بس بتقطعيها على دقيق وتفردي. تقطعي على دقيق وتروحي فارده برضو بالدقيق، وصينيه كده مدوره، وتروحي حطها على البوتاجاز وتروحي مسويه عليها على طول. ما بياخدش والله اي وقت. انا بقول لكم انا عاملاه عند ماما قبل رمضان يعني، وانا واقفه على الرخامه، وكانت ماما واقفه كده على طول كانت بتسوي ورايا على طول. حطيت طبعا دي الصينيه التانية الطبقات، وحطيت اللحمه المفرومه، ورجعت طبعا احط ايه طبقه الرقاق التانية بالشكل ده كده. وبين كل طبقة وطبقة كده دهنة سمنة بالشكل ده كده. يا جماله يا جماله يا حلاوته يا طعمته يا تكاته يا حركاته. بس خلاص خلصنا الصينية التانية بالشكل ده كده. وهسيبه بقى لغاية اما البطاية اللي في الفرن تطلع، وهبدأ اسويه.
لقيت بقى ابويا دخل عليا وشاف البط كده وقال لي الله ايه الجمال والحلاوه دي، بس انت هتسيبيه كده؟ لا قطعيه قبل ما ناكل يا عم الحاج، نحطه كده عشان التصوير. يا ستي تصوير ايه؟ لا قطعيه عشان يبقى سهل كده، كل اللي يبقى قاعد ياخد على طول. انت لسه هتقطعه هما قاعدين؟ قلت له بس كده، الراجل صارف ومكلف. طلباتك اوامر يا عم الحاج، اللي انت عايزه انا هعمله لك. قعدت كده وربعت وشملت وقعدت اقطع في البط. بصوا شايفين الرقاق بقى لما طلع؟ ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده، بسم الله ما شاء الله. فطير مش السكينه بتتقطع معايا يعني الرقاق بكل سهوله. وجبت بقى المقص كده فطير، شايفين؟ هوريكم كمان دلوقتي كده لما احطه في الطبق، عامل طبقات، والله طبقات زي الفطير. بصوا شايفين؟ طري من فوق ومن تحت، والتسويه كده جميله بجد، كان حلو جدا. بصوا شايفين الطبقات؟ بصوا شايفين الطبقات زي الفطير المشلتت. ودي بقى كانت سفرتي النهارده. طبعا ماما كانت عامله الممبار وعامله الورق العنب والرقاق والبط بتاعي الخطير ومخلل بقى، والعصاير والتحابيش الحلوه بتاعت رمضان ديت. وكفايه التجمع واللمه. احنا كنا طبعا عاملين كده كام قعده كده عشان الحبايب كلهم متجمعين. وتعالوا نشوف بقى رأي ريتال بنت رحاب اختي، رأيها في الاكل. طب وايه رأيك في الاكل؟ احلى حاجه عجبتك اهلي؟ استني حط اعملي تاني يا لوسي. باي باي.